هذا هو معمر القذافي، قدم نفسه وأبناءه مجاهدين وشهداء. وهذا أميركم يا شعب قطر، قدم لكم ولي عهد يتبكى كالنساء على كأس العالم بعد 12 سنة. فيحق لكم أن تفتخروا بقائدكم أيها الليبيون. والخزي والعار، الخزي والعار على الحكام العرب الذين صفقوا وساعدوا في ذبح الليبيين. وللأسف الشعوب العربية ترى شعب عربي مسلم يذبح منذ 8 أشهر ولم تحرك ساكن ولم تنتفض. ولكني أوجه ندائي إلى أسود طرابلس، إلى أسود ترهونة وصقور والشفانة وأسود الأصابع والمشاشية والرشبات والعجلات والنوايد، إلى أسود فتحة العريقة، إلى أسود بني وليد الأبية الصامدة الغالية، إلى أسود السرت الأساود، إلى أسود أبو سليم والهضبة وكل أبطال طرابلس الصامدة، وإلى كل مجاهدين ليبيا من غربها إلى جنوبها. أنادي فيكم ومعتصماه ومعتصماه ومعتصماه، اصبروا وصابروا ورابطوا وانتفضوا. يقول الله تعالى: فإن تكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. أما الساكنين فأقول لهم: ما تسمعون من مهزلة عن حكومة جديدة؟ فأي حكومة هذه؟ هذه الوجوه تعرفونها جيدا، ابتداء من أبو سلمة الذي قدم الولاء والطاعة إلى والده وخان، محمود جبريل قدم الولاء والطاعة للمجاهد سيف الإسلام وخان، سلقم قدم الولاء 40 عاما وخان، التريس الخرس قدم الولاء والطاعة 40 عاما وخان، روجا كان نقيبا للمحامين وقدم الولاء والطاعة وخان، بالحاج الذي أقسم بالعهد ونكثه، وغيرهم وغيرهم. فهؤلاء خانوا العهد الذي قدموه، فكيف لا يخونونكم؟ وأوجه رسالة إلى ثوار الناتو إذا كانت لهم عقول يستوعبوا بها. الناتو عندما أراد احتلال أفغانستان والعراق نزلوا على الأرض لأنهم لم يجدوا خائنين يحملون السلاح ضد شعبهم، ولكن للأسف في ليبيا وجدوا من يحمل السلاح في صدر أخوه الذي يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاتقوا الله، اتقوا الله يوم لا تنفع شفاعة أحد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأخيرا أذكر كلمة أخي عندما أوصيته على نفسه وعلى أخوته في الجبهة. لن أنسى تلك الكلمة عندما قال لي: سوف أجعل من جثتنا طريقا ليعبر به الليبيون إلى النصر. فيا أبطال ليبيا، لا تخيبوا شهداءكم، واسألوا لهم، فما النصر إلا صبر ساعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.